ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. ناس كتيره جدا بتسالني عن الخبره بتاعتي او اشتغلت كام شغلانه، وناس كتيره جدا فاكره ان انا اول لما جيت هنا في امريكا اشتغلت الشغلانه اللي انا شغالها ديت، بس الحقيقه لا. انا اشتغلت اكتر من شغلانه لحد لما وصلت للشغلانه اللي انا فيها دلوقتي. طيب نبذه كده سريعه، الناس اللي ما تعرفش انا شغال ايه هنا في امريكا. انا شغال داتا ساينتست، ولما جيت هنا عملت ماستر في البيزنس اناليتكس والداتا ساينس. وانا اوريدي معايا بكالوريوس من جامعه القاهره، بكالوريوس تجاره. طيب الشغلانه اللي انا شغالها دلوقتي ديت اشتغلتها بعد قد ايه؟ حرفيا بعد 4 سنين. في خلال الاربع سنين اشتغلت 5 شغلانات عشان اقدر اوصل للشغلانه اللي انا فيها دلوقتي ديت. طيب ايه الغرض من الفيديو؟ الغرض من الفيديو ان انا ابين للناس ان الموضوع مش مستحيله. انت بس محتاج تتعب وتشتغل على نفسك عشان توصل للاهداف بتاعتك. طيب تعالى نتكلم على ال5 شغلانات اللي انا اشتغلتهم حرفيا في مدار 4 سنين. ايه اول شغلانه اشتغلتها؟ اشتغلت في وير هاوس. وير هاوس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مخزن، كان مخزن ملابس. رحت قدمت عادي، دخلت الشركه ذات نفسها جوه، اديتهم السي في بتاعي. كان هم عاملين زي اليوم ده بيعملوا فيه مقابلات للناس. رحت قدمت، قلت لهم ان انا عايز اشتغل في المخزن، ما عنديش مشكله. طبعا كنت حابب في الاول خالص ان انا اشتغل محاسب، بس طبعا كان صعب ان انا ما عنديش اكسبيرينس. رحت قالوا لي خلاص ماشي، لا احنا ما عندناش غير هي شغلانه واحده بس اللي موجوده، ان انت تشتغل في المخزن. طبعا ما كانش عندي اي خلفيه عنها ولا اعرف اي حاجه عنها. رحت يوم واحد بس. اول يوم كان هو عباره عن طبيعه الشغل، هو بيديك لبس، واللبس دوت هو بيقول لك انهي سيكشن تعلق اللبس ده فيه، لان اللبس ده بعد كده بيتجمع كله وبيبداوا بعد كده يبعتوه يا اما بقى لمحلات، يا اما لشركات، يا اما لناس معينه. بس هم بيبقوا منظمين كل حاجه، انت حرفيا بتشيله وبتحط اللبس بس تعلقه، ما بتعملش اي حاجه تاني. كان المرتب بتاعها كام؟ كان المرتب بتاعها $12 في الساعه. بالنسبه لي كانت كويسه، ان انا كنت لسه جاي امريكا، ف $12 في الساعه دي كويسه يعني. بس للاسف ما كملتش في الشغلانه ديت، اشتغلت فيها يوم واحد بس وما رحتش تاني. طيب ليه ما كملتش؟ هو يوم واحد بس ان انا اشتغلته. ما عجبتنيش، حسيت ان انا زي ما اكون محبوس. انا بحب ان انا احتك بناس، اتعامل مع ناس جوه المخزن. حسيت ان انا ما بتعاملش بقى مع اي حد. حسيت ان انا ملهاش مستقبل، ملهاش اي حاجه، ملهاش طموح، عباره عن شغلانه بتعمل منها فلوس وخلاص. فما عجبتنيش يعني. فقعدت فيها يوم واحد بس وما رضيتش ان انا اروح تاني، وقلت لهم ان انا مش هروح تاني. وحتى ادوني شيك، لحد الان والله معايا الشيك دوت، باليوم اللي انا اشتغلت فيه كتذكار يعني، كتذكار لاول شغلانه اشتغلتها هنا في امريكا يعني. طيب تاني شغلانه اشتغلتها كانت هي الوول مارت. قدمت عليها ازاي؟ كذا مره حاولت ان انا اقدم من على النت، بس ما كانوش بيكلموني ولا اي حاجه. لحد في يوم كنت نزلت، كنت بشتري حاجه من الوول مارت، ودخلت الاداره جوه اللي هي مسؤوله عن الفرع اللي هو كان قريب من البيت عندي. قلت لهم ان انا عايز اشتغل، وقالوا لي طب ورينا السي في بتاعك. قدمت لهم السي في بتاعي وخلوني ان انا املى ابلكيشن. وبعد ما مليت الابلكيشن كلموني في نفس اليوم، قالوا لي تمام انت اتقبلت، وان انت ممكن تبدا تيجي تبدا شغل من اول بكره. طبعا عشان بس برضو احدد، او ان انا برضو عشان خاطر اوضح، الشغلانه اللي زي ديت برضو محتاجه ان انت لازم يكون معاك اوراق. يعني ما ينفعش انت تبقى كسر فيزا، او ان انت تبقى معاك اللي هي فيزة الطالب او اي حاجه من الكلام دوت. لازم يكون معاك اوراق، يعني لازم تكون قاعد هنا في امريكا قانوني. طيب طبيعه الشغلانه كانت عباره عن ايه؟ زي ما انا ما قلت قبل كده في اكتر من فيديو، بيدوك بضاعه، والبضاعه دي بترصها على الارفف. طب ايه الفرق كان ما بينها وما بين الوير هاوس؟ الوير هاوس انا حسيت ان انا يعني محبوس جوه المخزن، انما في الشغلانه بتاعت الوول مارت حسيت ان انا بتعامل مع عملاء كتير. يجي حد ممكن يجي يسالك فين مثلا الرز، فين مش عارفه ايه، يعني بيسالوك، بتحس ان انت بتعمل، يعني تحس ان انت شغال كاستمر سيرفيس يعني. فكانت بالنسبه لي كانت احسن من شغلانه الوير هاوس، لان الوير هاوس حسيت ان انا محبوس جوه، ما بتعاملش مع اي حد. كان المرتب بتاعها قد ايه؟ كان $13 في الساعه. وطبعا كنت بشتغل 8 ساعات في اليوم. طيب قعدت فيها قد ايه؟ قعدت في الوول مارت 3 شهور، وبعد كده سبتها. ليه سبتها؟ لان جالي شغلانه احسن. حسيت اني محتاج ان انا ادور على حاجه تانية احسن، بحيث اني لازم يبقى عندك طموح، لازم تجرب في حاجات كتيره. ما ينفعش ان انت تاخد شغلانه واحده عارف زي بقول لك ايه، ما تتحركش منها، لا لازم تجرب في حاجات كتيره. طيب ايه هي الشغلانه الثالثه؟ الشغلانه الثالثه انا اشتغلت في جيم. كان الجيم كان جيم كبير جدا هنا في امريكا. كانت ايه ميزته؟ كانت ميزته ان انا هشتغل سيلز. فزي ما يكون ايه، اتنقلت من ان انا واحد بحط بضاعه على الارفف لواحد شغال سيلز. كانت بالنسبه لي احسن شويه من ناحيه ان انا هحتك بناس كتيره. البيزك سالري بتاعها كان اقل من البيزك سالري بتاع الوول مارت، بس كان فيها كوميشن، والكوميشن كان بيبقى كويس. كان ممكن مثلا يخليني اعمل نفس الفلوس اللي بعملها في وول مارت، او ممكن اكتر كمان شويه، وفي نفس الوقت شغال شغلانه محترمه، ليا مكتب وبتعامل مع عملاء وبتكلم معاهم، عكس ما انا شغال زي ايه، زي ما بيقولوا اني شغال عام. قعدت في الجيم قد ايه؟ قعدت في الجيم شهر ونص. انا عارف ناس كتير هيقولوا لي له شهر ونص بس. ليه سبتها؟ لان انا كنت مقدم على شغلانه تانية تبع الحكومه هنا في امريكا،
من فتره كبيره جدا، من قبل حتى ما اشتغل في الوول مارت. وجم كلموني وانا شغال في الجيم. كلموني وانا شغال في الجيم. رحت عملت 2 انترفيو واتقبلت، فعشان كده سبت الجيم. طيب رابع شغلانه اشتغلتها وهي اللي انا اتكلمت عليها، اللي هي تبع الحكومه. كان شغلي في المطار تبع الحكومه. ليه انا اشتغلتها او ليه انا سبت الجيم؟ المرتب بتاعها كان اعلى من المرتب بتاع الجيم. طبعا ليا زي بيقول لك بنفيتس كويسه زي انشورنس والتامين وليها مستقبل، لان انت شغال تبع الحكومه هنا هو في امريكا يعني. وكنت شغال فين؟ كنت شغال جوه المطار اللي موجود هنا في امريكا. كانت ايه طبيعه الشغل بتاعي؟ كنت شغال في مكتب اللي هو الحاجات اللي بتضيع في المطار بتروح للمكتب دوت. كان طبيعه شغلي زي اكنه كاستمر سيرفيس، بس كنت ببقى قاعد في مكتب بتصل بالعملاء او بتصل بالناس اللي الحاجات بتاعتهم بتضيع منهم، يجوا ياخدوها من المطار عندنا من المكتب اللي انا شغال فيه. زي ما انا ما قلت المرتب بتاعها كان اعلى من المرتب بتاع الجيم بكتير، فعشان كده حسيت ان هي مناسبه جدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت شغال تبع الحكومه كويسه، بيدوك بنفيتس كتيره او بيدوك حاجات كتيره زي الانشورنس. بيدوك ان انت حتى زي بيقول لك كارت الاتوبيس ببلاش، ليه؟ لان انت شغال تبع الحكومه يعني، فليها مميزات كويسه يعني. في خلال الفتره دي كلها، بس دي ممكن ابقى انا اعمل لها فيديو لوحده عشان خاطر الحاجات ما تدخلش في بعض. من اول ما جيت هنا امريكا لحد الشغلانه اللي انا شغالها دلوقتي، وانا كل دوت قاعد عمال بجهز ان انا اعمل الماستر بتاعي او اعمل اللي هو الماجستير بتاعي. فكل الفتره دي انا كنت بدرس فيها يعني. وان شاء الله هبقى اعمل فيديو اتكلم بالتفصيل عن كل حاجه مريت بيها في مجال الدراسه. قعدت قد ايه في الشغل بتاع المطار؟ آه، الشغل بتاع المطار انا اول لما اتعينت فيه ككاستمر سيرفيس. هما بيدوك 6 شهور زي بيقول لك اختبار، لحد ما يشوفوك اذا كنت انت كويس ولا لا، وبعد كده زي ما بيقول لك ايه يعينوك يعني. انا في خلال ال6 شهور الحمد لله كنت كويس جدا. ففي خلال ال6 شهور بدل ما هم ما يعينوني، ادوني زي ترقيه. اشتغلت منها حاجه اسمها سينيور ستور كيبر. كان ايه هو البوزيشن بتاع السينيور ستور كيبر دوت؟ حرفيا زي بيقول لك مدير مخازن. كانت طبيعه الشغل كانت حاجه عامله زي ما انا قلت، انا كنت شغال في المكتب بيبقى فيه الحاجات او الشنط اللي بتضيع من الناس من المطار. انا كنت زي ما بقول لك ايه مدير المخزن بتاعت الحاجات ديت، وزي ما بقول لك ايه بتراك او ان انا بخلي بالي من الحاجات اللي بتيجي ديت، بحطها مثلا في اكسل شيت. نبدا نشوف مثلا الحاجات اللي في عملاء جم سالوا عليها واخدوها، وايه الحاجات اللي لسه موجوده عندنا وحاجات كتيره كده، تفاصيل كتيره. بس هو دوت كان يعني ايه اغلبيه شغلي يعني. طيب قعدت فيها قد ايه؟ لو انت جيت حسبتها انا قعدت 6 شهور في الشغلانه الاولانيه اللي هي الكاستمر سيرفيس، وبعد كده كنت قاعد 6 شهور تانية كتدريب، او كان هم مثلا يشوفوني اذا كنت كويس ولا لا. 6 شهور تانيين في الوظيفه اللي انا قلت عليها اللي هي السينيور ستور كيبر. في خلال ال6 شهور التانيين اللي هم بتوع السينيور ستور كيبر دوت، آه انا والله العظيم مش عايز اقول ان هو للاسف، بس سبحان الله ربنا بيحط لك الخير في كل حاجه يعني. حصل لي مشكله معاهم. المشكله ان انا كنت عايز انزل مصر اجازه، كان بقالي 2.5 سنين قاعد في امريكا وما نزلتش اجازه، وكان نفسي ان انا انزل اشوف اهلي. كانت في مديره موجوده، والمديره ديت وافقت لي على الاجازه بتاعتي. الاجازه بتاعتي كانت شهر. ورحت اشتريت تذاكر الطيران وكل حاجه كانت تمام. للاسف المديره ديت مشيت وجي مديره تانية. لما شافت ان انا متوافق لي على شهر. هنا في امريكا لما تقول لواحد ان انت نازل اجازه شهر، ده انت كانك زي ما تكون قتلت اهله ولا حاجه، فاهم؟ صعب جدا يعني، ما بيرضوش بيها خالص. راحت المديره الجديده ديت رفضت. قالت لي لا مش هينفع ان انا اوافق لك على شهر. ومش هينفع حتى تنزل في الوقت ان انت طالب فيه الاجازه بتاعتك، لازم تستنى شويه عشان ده وقت اعياد. طبعا انا اعترضت جامد وقلت لها مش هينفع، انا اوريدي اشتريت تذاكر الطيران. وزي ما بقول لك ايه حطيتهم قدام امر واقع، ان هم يا اما يسيبوني انزل اجازه، يا اما يدفعوا لي حق تذكره الطيران اللي انا اشتريتها، لان تذاكر الطيران هنا غاليه جدا، بالذات لو انت نازل مصر يعني. ليه انا بحكي القصه دي؟ انا بحكي القصه دي عشان اوريكم مش انا اللي سبت الشغل المره دي، هم اللي رفضوني يعني. فالموضوع مختلف شويه. فالمهم يعني جت مديرتي المديره في يوم انا عمري ما هنسى اليوم ده في حياتي والله العظيم. عارف لما انت تكون بتقبض مرتب والدنيا كلها ماشيه كويسه جدا ومفيش اي حاجه وعارف انت بتصرف ايه وعليك التزامات وشقه واكل والكلام دوت. فكل حاجه ماشيه تمام، ما فيش اي مشكله خالص. وديت بس قبل ما اكمل، دي من ضمن الاسباب ان انا عملت فيها الفيديو الاخير او اللي قبل الاخير، اللي هو بيتكلم عن ال7 حاجات عشان توصل للامريكان دريم. لان انا مريت بالموضوع دوت، وده كان بالنسبه لي زي ما بقول لك درس عمري ما هنساه في حياتي. فلو عايز ممكن تخش تتفرج على الفيديو دوت، فعلا والله لازم مهم جدا. المهم نرجع لموضوعنا. رفضوا ان هم ينزلوني مصر، وقالوا لي قدامك حل من الاثنين، يا اما تقدم استقالتك وتمشي، يا اما
اسمه ايه دوت يا اما تكنسل موضوع تذاكر الطيران دوت. لكن احنا مش هينفع ان احنا نديك اجازه شهر. لدرجه ان انا عرضت عليهم ان انا انزل اجازه شهر بدون مرتب، مع ان انا كان عندي رصيد اجازات وهم برضو رفضوا. المهم عرضت جامد وما رضيتش. بس للاسف لقيت مديره المديره ديت مره واحده جت للمكتب وطلبتني جوه في المكتب، وللاسف ده كان بالنسبه لي صدمه كبيره جدا. لقيتها جت قالت لي ممكن تقدم المفاتيح بتاعتك وقدم البادج بتاعك، النهارده هيكون اخر يوم ليك. ده بالنسبه لي ما اقدرش انكر كانت صدمه كبيره جدا جدا. ليه؟ لان أنا زي ما قلت انت وراك التزامات، وزي ما بيقولوا كده حرفيا زي ما بيقول لك ده خلاص يعني يعني ما فيش مرتب داخل لك. في فرق كبير جدا. الشغلانات التانية اللي انا سبتها وانا كان عندي شغلانه تانية اوريدي، فكنت عارف انا رايح على فين. لكن ديت انا ما كنتش محضر للكلام ده نهائي يعني. ودي كده كانت رابع شغلانه. خامس شغلانه وما اقدرش انكر اكتر شغلانه ليها الفضل عليا، او اكتر شغلانه ليها الفضل في اللي انا وصلت له دوت. لان ما كنتش زي بيقول لك ايه محضر لكل دوت. بس سبحان الله فتحت لي بيت رزق من حيث لا تعلم زي ما بيقولوا، وفتحت عينيا على حاجات كتيره جدا. ايه هي خامس شغلانه؟ خامس شغلانه كانت اوبر. طبعا ناس كتيره جدا من اللي بتسمع الفيديو هيقول لك ايه ده، يعني ايه خامس شغلانه هي الاوبر هي اللي فتحت عينيك؟ فتحت عينيك في ايه او عملت لك ايه؟ اوبر ليها مميزات كتيره جدا، ان زي ما قلت ان انت حرفيا سواق. ناس كتيره جدا بيركبوا معاك العربيه بيبقوا عايزين يروحوا اماكن كتيره جدا، بتقعد تتكلم مع ناس كتيره جدا، بتتصاحب مع على ناس كتيره جدا. في الفرصه ان انت زي ما بيقول لك تبقى رغاي تقعد تتكلم مع ناس كتيره. وانا ما اقدرش انكر كنت فعلا بتكلم مع ناس كتيره جدا يعني. وديت زي ما قلت ليها مميزات كتيره، لان انت بتسمع وبتشوف خبرات الناس التانية، تقدر ان انت تستفيد من الخبرات ديت. بالصدفه واحد ركب معايا العربيه، وعشان كده بقول ده رزق سبحان الله. ركب معايا العربيه وقال لي كنا عمالين بنتكلم، وهو كان شغال اتش ار في شؤون العاملين يعني، بس كان البوزيشن بتاعه كان كبير يعني. فحكيت له ايه اللي حصل معايا في المطار، وان ازاي هم مشوني ومن غير ما هم ما يقولوا لي ولا اي حاجه خالص، وان انا دلوقتي شغال اوبر وما كنتش محضر لحاجه زي كده. فهو قال لي طب وانت ليه ما اشتكيتهمش؟ قلت له والله انا الصراحه ما اعرفش الموضوع دوت. قال لي انت لو اشتكيتهم هيدوك زي تعويض. المهم اداني اسم الويب سايت، رحت قدمت عليه الشكوى، وقلت لهم ان هم مشوني من غير ما يقولوا لي ولا اي حاجه. ودوت اثر عليا جامد، اثر عليا في ان انا ما عرفتش ان انا ادفع ايجار البيت عندي وحاجات كتيره يعني. واكيد طبعا اثر عليا نفسيا، لان هم رفضوك من غير ما يقولوا لك، اكيد طبعا بيأثر عليك نفسيا يعني. لما حصل الموضوع دوت للاضرار اللي هم سببوها لي، وزاره العمل ادوني تعويض، وتعويض كان كويس جدا. ما اقدرش انكر ان هو كان وحش، كان كويس جدا. وليه انا بقول ان دي كانت بالنسبه لي احسن حاجه حصلت لي هنا؟ لان انا خدت التعويض دوت وكنت شغال بسيط في اوبر، ما كنتش بشتغل يوم كامل، وفي نفس الوقت قدرت ان انا اخلص الماستر بتاعي. ما اقدرش انكر ان كل ده نصيب وكل دي حاجات حصلت رزق، بس الواحد فعلا تعب وشقي وحاول ان هو يشتغل على نفسه، وعمل كل حاجه يقدر ان هو يعملها. ومن ضمن الاسباب ان انا قلت اوبر عليها فضل كبير جدا عليا، لاني فعلا لو انا ما كنتش اشتغلت اوبر وقابلت الراجل اللي هو بتاع الاتش ار اللي قال لي معلومه ان انا اقدر اشتكيهم في مكتب العمل او في وزاره العمل، ما كنتش هقدر ان انا اعمل الكلام دوت. والوظيفه السادسه، انا فضلت فتره كبيره شغال اوبر حتى وانا بعمل الماستر بتاعي، لحد لما قبل ما اخلص الماستر بتاعي ب6 شهور قدمت على انترنشيب اللي هو تريننج في شركه، ان انا اقدم في ان انا اشتغل فيها داتا ساينتست. والحمد لله ربنا كرمني. الشركه اللي انا فيها هي نفس الشركه اللي انا عملت فيها الانترنشيب زي ما قلت. بدات فيها الانترنشيب في الاول خالص لمده 3 شهور، وبعد كده من ال3 شهور ادوني وظيفه كامله، عينوني. وبعد كده بعد ما عينوني اخدت بروموشن تاني، لان انا اول ما بدات انتري ليفل يعني مبتدئ شويه، وبعد كده اخدت بوزيشن سينيور بس. ودي يعتبر اخر شغلانه، ولحد الان هي دي الشغلانه اللي انا فيها. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو دوت عشان خاطر ناس كتيره جدا بتسال ان هم لما يجوا هنا امريكا عايزين يشتغلوا في المجال بتاعهم. فانا حابب ان انا اقول لهم من الفيديو دوت تقدر ان انت تشتغل من المجال بتاعك، بس لازم تتعب شويه يعني. الموضوع مش هيبقى بالسهل، بس في نفس الوقت مش مستحيل. ودي كده تبقى نهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.